معنا من الكويت أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخوي. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. بداية نشكر الله المجد على هذه الوقفة الطيبة التي عهدناها عليهم مع إخوان المسلمين في كل مكان. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وحيا الله شيخنا صالح حفظه الله. حياك يا أبو عبد الرحمن. طبعا شيخنا صالح احنا عرفنا عنها يعني سعة صدر وكذا، فأنا إن شاء الله عندي مداخلة بسيطة من حكم الكويت فودي يعني ننصر فيها إخواننا. طيب لعلها مختصرة يعني تكرما منك. بإذن الله راح نختصر. بالنسبة لغزة يا شيخنا احنا يعني نتمنى من علمائنا الأفاضل الكرام يعني لابد من التضحية، يعني لابد من يعني قول كلمة الحق. لو كل عالم خاف كلمة الحق فمن يعني من راح يضحي؟ يعني هذا شيخ الإسلام كان يقود المجاهدين، هذا شيخ العز بن عبد السلام كان يقود، مع ذلك أودي من الحكام. من يا شيخ لازم نحط النقاط على الحروف، يعني هؤلاء الحكام يا شيخ احنا يعني هم مصيبتنا فيهم، لكن احنا نحاول للاسف يعني نحاول نتلمس لهم الاعذار. طيب. يعني للاسف في هذه الازمه كشفت لنا اقنع كثيرا ممن يدعون العلم. لو كل شيخ خاف السجن وخاف كذا فمن يستوعب الحق؟ هذا يا شيخ يعني عفوا خادم الحرمين يعني ذهب الى حوار الاديان. شوف جازوه بماذا؟ جازوه ذبحوا غصه عشان غزه المسلمون يقتلون ويذبحون وكذا، وحنا نجمع اموال من تروح للجثث والاكفان. الاموال راح تروح للمرتد على العلماني عباس ابو عبد الرحمن. سأبين لك ثم يا شيخ ابو عبد الرحمن سأبين لك الشبهه هذا باب الفاتيكان. ابو عبد الرحمن بكرم ابو عبد الرحمن انت معي اسمع. ابو عبد الرحمن انا اعطيتك فرصه تتكلم يعني كرما منك لما اتكلم او يتكلم الشيخ اعطي فرصه اسمع الشيخ. طيب اذا كان خليه موجود ابو عبد الرحمن. انا بس الشيخ صالح. طيب اسمع مني. اسمع الشيخ الشيخ صالح. نعم تفضل. الشيخ صالح هذا باب الفاتيكان حق الايطاليا سب الرسول عليه الصلاه والسلام ثم له خائن الحرمين واعطاه سيف مذهب. معلش يا ابو عبد الرحمن معلش. شوف يا سيدي ابو عبد الرحمن اسمعني. لماذا تخدعون بالحق؟ اسمعني. الان انا سمعتك فاسمعني جيدا. انت سمعت بس لا يقطع الخط. انا رجعت الخط وما اقطع الخط. لا يقطع الخط بس انك انت استمع. يقطع من هو ضعيف، نحن لسنا ضعفاء. اسمع يا اخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، وقد دخل نصارى نجران إلى في مسجده. طيب اسمعني خليني أكمل. لما رفعوا ثوب مسلمة ماذا فعل؟ اسمع أنت خليني أتكلم. فعل باليهود؟ أنت لماذا قطعتني الآن؟ خليني المعتصم لما لطمت يا أبو عبد الرحمن لحظة اسمع. أنت الآن لما لحظة يا شيخ يا عبد الرحمن في فلسطين وآخره في العراق. أنت الآن لما تطالب من علمائنا أن ينصحوا ولاة الأمر أنا أطالب منك أن تتأدب مع العلماء، يعني خلي الشيخ يتكلم واستمع كما استمعنا إليك. أنا نكسة يعني راسي بس أتمنى أن ما يقطع. أخي الكريم لا تقاطع شيخنا الحبيب. اسمع يا عبد الرحمن، أنت على مهلك. تفضل إن كان مقصودك الحق ستصل إلى الحق. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنصارى نجران أن تصلي في مسجده جهة المشرق، فلا بد أن يفرق. وفقهاء المسلمين ناقشوا مثل هذه القضايا كثيرة، ونحن والله يعني أتقى لله من أن نتكلم بغير علم، وإن كنا لا نعلم العلم كله، لا يوجد أحد يحيط العلم كله، لكن اتفقت كلمة المسلمين على أن أوضاع المسلمين في أي عصر هي التي تحدد مقدار التصرف لولي الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم خرج إلى بدر وهي 150 كيلو ليقاتل كفار قريش، ثم تغير الوضع بعد سنتين فحارب إلى بعد أميال بسيطة في أحد. فلما اجتمعت عليه الأحزاب وجبريل معه صلوات الله وسلامه عليه وعلم أن وضع المسلمين آنذاك لا قبل لهم بالأحزاب وضع خندقا ولم يحرك جيشا كما تقول أوله في كذا وآخره في كذا، لأن الوضع لا يساعد. فالعاقل يتصرف مع الوضع الذي هو معه، هذا دين لا يجامل فيه أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الله أن تقع هذه الغزوات بمثل هذه الأحوال متفرقة حتى يتصرف صلوات الله وسلامه عليه في كل حال بالوضع الذي يساعده، حتى من يأتي بعده من أئمة المسلمين وولاة أمرهم يجد له أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الفقهاء نصا إن ضرب امرأة قد يحرك جيشا، وقتل مئات المسلمين قد لا يحرك جنديا واحدا إذا كان الوضع يختلف. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان العرب لتوهم حديث عهد بالبحر سأل عن البحر فقال لا يسألني الله جل وعلا أنني أركبت مسلما فيه، وامتنع أن يقبل الجهاد في أرض البحر لأنه يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم عهد بالبحر قوي،
فلما جاء عثمان رضي الله عنه وكان المسلمون بعد بسنين قد خاضوا الديار وعرفوا الأمصار، اقتنع رضي الله عنه، وهو عثمان وكلاهما راشد، اقتنع بركوب البحر وأذن بمعركة ذات الصواري. فلا نقول إن عمر كان جبانا وعثمان كان قويا، ليس هكذا تنظر للمسائل، إنما ينظر للمسائل بالوضع الذي الشرعي. أما ذهاب ولي أمرنا في هذه البلاد أيده الله إلى قضية حوار الأديان، فحوار الأديان غير تقارب الأديان، حوار الأديان غير تقارب الأديان، لكن عافانا الله وإياك من كل سوء. من في قلبه مرض يستطيع أن يحور في الكلم، في كلم العلماء. كلام الله لو قيلت آية قبل آية أو فهمت آية بدل آية ضاع معناه. فلا بد أن يفهم وضع المسلمين الآن يحتاج إلى أن يستميلوا العالم. نحن قلنا قبل قليل إن اليهود صبروا واستمالوا الكنيسة الكاثوليكية حتى يصلوا إلى مقصودهم. ليس المقصود، هذه أسباب دنيوية شرعها الله ويأخذ بها العاقل، والنبي صلى الله عليه وسلم صنعها. ولما ذهب إلى مكة عليه الصلاة والسلام وهو محرم من هنا من المدينة نقول من المدينة محرم، وقطع 400 ميل أو تزيد صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك اسمع أبو عبد الرحمن، لما قدم أحد الوفود من الأحباش الذين يعظمون الهدي قال صلى الله عليه وسلم انظروا الهدي بين عيني، فلما رآها استعظم فاستماله صلى الله عليه وسلم بالهدي. والله يقول الهدي معكوف أن يبلغ محله، مع أنه لما جاء عمرو بن سهيل بن عمرو وغيره لم ينثر الهدي بين عينيه. لماذا؟ لأن نفسية هذا غير نفسية هذا. فأخي الكريم نرفق بأنفسنا، نرفق بالناس. هذا الخطب الذي في غزة يجب أن يحول إلى أن يجمع الأمة لا أن يفرقها. فليس من المعقول ولا من النصح لله ولا للدين أن نجعل من هذا الخطب مجال لتفريق المسلمين، وهذا مقصود يهودي، مقصود للأعداء أن نجعل من هذا الخطب مجالا لتفريقنا. هذا يلقي اللائمة بالحكام، وهذا يلقي اللائمة بالعلماء، وهذا يلقي اللائمة بالعامة، وهذا يلقي اللائمة بالتجار، فيتفرق الناس. وأي مقصود لدولة الكفر أعظم من تفريق المسلمين؟ هذا هو المقصود. يا أخي ترى ليس كل أحد يعني يأتي عليه وقت يفعل الشيء. حتى العظماء الذين يصنعون ما صنعوا في مرحلة ما من التاريخ إنما صنعوها لأنهم جاءوا في مرحلة قد أعينوا عليها من قبل. هذا الذي ينبغي أن يفهم ويعقل. وأتكتفي بما قلت وأرجو أن لا مزايد على الكلام بعد ذلك. أيضا لا مزايدة في هذا الاتصال. شكرا أبا عبد الرحمن، جزاك الله خير، وجهة نظر محترمة ورد إن شاء الله أن فيه الكفاية بإذن الله.